سلام للكل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على صيام يونان ومعانا سكتش جديد لقصة يونان، يا رب تعجبكم كلكم. اتفضلوا معانا. يونان، يا يونان انت فين؟ وطي صوتك. في ايه؟ في ايه يا يونان انت فين؟ قلت لك وطي صوتك، مش عايزه يسمعني. هو مين؟ انت بتتكلم كده ليه؟ موطي صوتك ليه؟ قول لي الاول، انت لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدي. انت خايف من مين؟ منه. هو مين؟ طب انت فين؟ انا هناك. هناك فين؟ في بطنه. بطن مين؟ طيب قول لي الاول، اطلع ولا لا؟ لو لوحدك هطلع. لوحدي اطلع. اطلع بقى، بس هتطلع منين؟ لو خايف هجيلك انا. بصراحة خايف منه، نفسي اطلع من هنا. طيب تعالى واحكيلي. انت ايه حكايتك بقى؟ هو في ايه؟ انا يونان. طيب ما انا عارفة، امال انا بنادي على مين من الصبح؟ انت مستخبي من مين وليه وفين؟ ومش هسيبك غير لما تحكيلي حكايتك. انا ابويا اسمه امتاي. فجأة لقيت ربنا بيكلمني وبيقول لي اروح لبلد عظيمة اسمها نينوى، علشان بيغلطوا في حق ربنا كتير. علشان كده كنت مستخبي. انا فعلا استخبيت وقتها. معقول يا يونان؟ طب ليه؟ مش عارف، خفت اروح البلد دي يموتوني، وبعدين هو ملقاش غير انا. هو في حد يستخبى من ربنا؟ اهو ده بقى اللي حصل، واستنصحت على ربنا وشغلت دماغي وركبت سفينة وهربت على بلد تانية اسمها ترشيش، ودخلت ونمت علشان محدش يشوفني. وفجأة ايه ده؟ ايه الرياحة الغريبة دي ما حصلتش قبل كده. ده السفينة قربت تتكسر، كده هنموت كلنا. طب نعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ كل واحد بسرعة يصرخ لإلهه بسرعة. يلا يا جماعة بسرعة كله يرمي كل حاجة على السفينة، شنط، كل حاجة تترمي في البحر. لازم نخفف الحمل يا جماعة، هنموت يا جماعة، بسرعة هنموت كلنا. هو مين اللي نايم هناك ده؟ وماله نايم كده ليه؟ يا عم قوم يا عم اصحى، انت مش حاسس باللي احنا فيه ده قوم اصرخ لإلهك. قوم يا عم اصحى، قوم يا عم. قوم يا عم. ده انا نمت نوم ما نمتوش في حياتي كلها. معقول ما حسيتش ولا بالبحر ولا بالرياح ولا بالناس اللي عمالة تصرخ كل ده؟ وبعدين كمل. عملوا قرعة وعرفوا ان انا السبب. يا نهار ابيض، وبعدين حصل ايه؟ انت لازم تقول لنا المصيبة اللي انت عملتها عشان يحصل ده كله. ما هو مش طبيعي اللي بيحصل ده وراه فعلا مصيبة حد عملها، ده غضب من ربنا علينا. انت مين بقى ومنين وشعبك ايه؟ قلت لهم ان انا عبراني وانا خايف من ربنا اللي صنع البحر والبر. فجأة لقيت الرجالة كلها خافت وسألوني نعمل ايه علشان البحر يسكت. رحت قلت لهم ارموني في البحر عشان كل ده بسببي انا، علشان ما سمعتش كلام ربنا. انت ازاي تفكر كده؟ معقول هتخليهم يرموك في بحر زي ده؟ ما كانش في حل تاني، يا اما كانوا هيموتوا بسببي. لا نرميك ايه؟ لا لازم اكيد في حل تاني. احنا بصوا هقول لكم احنا نجدف لحد ما نوصل للبر. يلا يا رجاله. لا الموضوع صعب، البحر عمال بيزيد. يا رب اتصرف مش انت. مش عايزين نموت بسبب يونان ولا نتخلص منه، عاوزينه يعيش كده. احنا مضطرين نرميك يا يونان. 1 2 هوب. يا الله، البحر هدي. هو في ايه؟ يا يونان، معقول اللي حصل ده؟ طب ازاي انت لسه عايش؟ يكونش انا بقى اللي طلعتك من البحر لما ناديت عليك، صح؟
يا يوسف، ده اللي يترمي في البحر ده لازم يموت. طب ما انت عايش اهو يا يونان، حصل ايه؟ ربنا من حبه ليا ومن حبه لشعب نينوى المدينة العظيمة بعت لي حوت كبير ضخم، لقيتني دخلت في بطنه. وما متش برضو؟ اوعى تكون مستخبي وما طلعتش الا لما انا ناديت عليك. لا طبعا يا يوسف، هو في حد يدخل بطن الحوت ويطلع منه؟ انا قعدت 3 ايام في بطن الحوت بصلي، لحد ما فجأة كده لقيت الحوت عمل صوت غريب قوي وفتح بقه، ولقيت نفسي مرة واحدة على البر. يا يونان، ايه الرعب ده؟ ايه الرعب اللي انت كنت فيه ده؟ لا يا يوسف، بالعكس، مع الصلاة مفيش رعب. وبعدين يا يونان كمل. لقيت ربنا بيناديني من تاني ومصمم اروح المدينة العظيمة نينوى. يبقى استخبيت تاني من ربنا اهو، انا اللي طلعتك. لا انا فعلا رحت ومشيت 3 ايام على رجلي لحد ما وصلت للمدينة العظيمة. اقولك على سر يا يوسف؟ قول يا يونان. انا فعلا رحت وانا متأكد انهم مش هيسمعوا كلامي، عشان كده ناديت مرة واحدة بس، قلت لهم ان المدينة هتتقلب بعد 40 يوم. وطلع احساسك صح مش كده؟ للأسف سمعوا الكلام ومن أول مرة وأمنوا بربنا، وكلهم صاموا ولبسوا المسوح، من أكبر واحد فيهم لأصغر واحد فيهم، ده حتى الملك. شكله كان عاوز يموتك فاستخبيت منه، فعشان كده انا اللي طلعتك. بالعكس، ده هو كمان ساب كرسيه وقلع اللبس ولبس لبس المسوح وقعد على الأرض، وقال في المدينة كلها إن كله يصوم، بني آدمين وحيوانات، وكله يقدم توبة لربنا. وفعلا ربنا سمع كلامهم وقبل توبتهم. مبروك يا يونان، مهمتك نجحت. مبروك، برافو عليك. بس انت ليه مش مبسوط يا يونان؟ أيوة أنا فعلا زعلت جدا واتغصت كمان. ليه كده يا يونان؟ ازاي ما تفرحش بتوبتهم؟ أنا كنت عارف إن ربنا رحيم وبطيء الغضب فهيسامحهم، بس ربنا ما سابنيش واداني درس عمري ما هنساه بسبب أنانيتي، عشان يعرفني إنه بيحبني أنا كمان. درس ايه تاني يا يونان؟ كمل كمل. خرجت قعدت بره المدينة تحت ضلاية مستني أشوف إيه اللي هيحصل في المدينة. فجأة كده مرة واحدة ربنا بعت لي يقطينة تضلل عليا عشان الشمس، وفرحت بيها قوي، لحد ما ربنا بعت دودة كلت اليقطينة والشمس بهدلتني، وفضلت أعيط وأقول له يا رب موتي كان أحسن من حياتي. يا يونان، وبعدين ربنا قالك ايه؟ اداني درس عمري ما انساه. لو انت خفت على اليقطينة يا يونان، فانا خفت على شعبي. وكان أكبر درس ليا في خوفنا كلنا على بعض. وانت كمان يا يوسف، انت وصحابي لازم تخافوا على بعض وتقربوا بعض من ربنا. وكده خلص السكتش، يا رب يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم بقى في السكتشات والفيديوهات اللي جاية. واللي عايز الPDF يبعت لنا واحنا هنبعته له. ربنا معاكم.